هلو، احب ارحب بيكم. اولا النهارده جايه لكم بطريقه عمل الاستاكوزا وتحضير الديبنج صوص بتاعها. اول حاجه بجيب ورق الالومنيوم بحط عليه ورق الزبده. محضره هنا بصلتين كبار مقطعاهم اجنحه، ومجموعه من الفلفل الحار زي ما انتوا شايفين، وده بيدي ريحه جميله جدا للاستاكوزا. ما بيأثرش على الاستاكوزا، يعني ما بيخليهاش سبايسي. بعد كده بضيف اللي هو التيم ليمون او زعتر الليمون، وده حاجة بالنسبة لي انا مهمة جدا بستخدمها في الاسماك وخصوصا في الصيف لانه بيبقى متوافر عندي، بزرعه في حديقة الخضروات بتاعتي. بعد كده معلقة كبيرة من الكمون، بس انا ما حطيتهاش كلها. معلقة كبيرة من الملح، برضو حطيت جزء منها لان بقيتها هحطها على الاستاكوزا. معايا مع ليمونتين، بحط اول ليمونة على الخلطة اللي انتوا شايفينها دي، ودي بتعتبر فرشة هفرش عليها بعد كده او ارص عليها الاستاكوزا. زي ما انتوا شايفين انا هبتدي ارصها. الطريقة دي جميلة جدا، بتخلي الاستاكوزا مش ناشفة، لحمها مش ناشف، ونفس العظم بتاع الاستاكوزا بيكون طري، بيبقى سهل ان انا اقصه بالمقص، وسهل ان الاشخاص ياكلوه، غير لما نحطه طوالي في الصينيه ونغطي بالفويل. الطريقه ديت انا شايفاها انها احسن من الطريقه ان نحطها طوالي في الصينيه لانها بتنشف. دي طريقه سهله جدا وفي نفس الوقت سريعه، ما بتاخدش اي وقت. انا بقفل عليها بالزبدة، ورق الزبدة والفويل، حطها في صينية فرن درجة حرارة 550. مدة السوى في الفرن 35 دقيقة. بعد كده بيبقى جاهز، بنخرجه من الفرن ونبتدي بقى نحضر الصوص بتاع الديبنج صوص بتاع الاستاكوزا. ده قالب من الزبدة 450 جرام، انا هاخد 225 جرام يعني نص قالب الزبدة، وهبتدي اسيحه على النار. بعد كده هضيف معلقتين كبار من الثوم المهروس، وابتدي اقلبهم جوه الزبده. انا مش هحمر الثوم، انا يا دوبك كده هقلبهم جوه الزبده بحيث ان الزبده تاخد النكهه والريحه بتاعه وطعم الثوم. بعد كده بضيف التيم الليمون وربع معلقه من الملح، وهقلب كله مع بعضه. وبعد كده هبتدي اعصر ليمونه، ودي ليمونه صغيره. بعد كده بقى برفعه من على النار وابتدي اصفيه. وزي ما انتم ملاحظين التومه انا محمرتهاش، انا يا دوبك باخد النكهه بتاعه التوم وطعم التوم وزعتر الليمون. هبتدي اصفيه زي ما انتم شايفين. وبصراحه احلى ديب صوص للاستاكوزا، خطير جدا، اتمنى تجربوه. اتمنى وصفه النهارده تكون عجبتكم. اذا عجبتكم لايك وشير وكومنت. باي باي، استنوني في الفيديو الجاي. باي.